السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اخواتي، ربنا يجعلكم نعمة في حياتي يا رب كده ويفرح قلبكم دايما. النهاردة هنعمل كفتة، لا لحمة ولا فراخ ولا فول صويا ولا اي حاجة خالص، وفي نفس الوقت جميلة وتشهي ونشوف كده الطريقة مع بعض. ايه اللي هنحتاجه؟ هنحتاج عدس بجبة، اللي هو الشكل ده عدس بجبة. وفي نفس الوقت هنحتاج قرن فلفل اخضر واحمر، وبصلاية، وكم فص توم. لكن انا كنت مقشره التوم الكتير ده، انا مش هاخده كله، لكن زي ما انا مسكت في ايدي كده شوية هاخدهم لان كنت محتاجة التوم ده لحاجة تانية. تمام تمام. يلا نقول تمام. الوقت هناخد العدس وهنديه غلوتين كده ان هو ما يتهراش. خلاص يا احلى اخوات، خلاص قولوا خلاص. طب خلاويص ولا لسه؟ يلا مع بعض وهمكم معايا وايدكم بايدي كده ونشوف احلى كفتة. في نفس الوقت احنا عطينا العدس غلوة وحطيناه على النار، والحلة التانية ده اللي هي الفلفل الالوان والثوم والبصلة. وفي نفس الوقت كنت انا سلقة ايه، بتاع بطاطاية صغيرة خالص وبنجراية، بنجراية صغيرة، او لو هتسلقي واحدة كبيرة خدي نصها، خلاص خدي حتة منها يعني. وهنحط كله مع بعضه اللي هي البطاطس والفلفل الالوان والبصلة والثوم وحتة البنجراية، هنحطهم في الكبة ونضربهم مع بعض. خلاص كده خلاص. هنجيب العدس وبعد من كده نضيفه في الكبة، بس الحتة دي كانت فصلت، اعذروني كانت فصلت مني. وفي نفس الوقت يعني جاب وانا تفكير ان انا بصور، وجاب وانا بحط الدقيق الرز. اللي ما عندوش دقيق رز جاهز يجيب شوية رز ويحطوه، يغسلهم كويس ويسيبهم ينشفوا ويضربهم في المطحنة، وياخد منهم معلقتين يلف بهم العجينة، مش اكتر من كده. يعني الابيض ده دقيق رز، بس ده كان جاهز عندي دقيق الرز اللي هو في الاكياس اللي هو الجاهز. البهارات بقى هنجيب كيس خلطة اللي هو الكفتة، ونحط شوية كزبرة ناشفة وشوية ملح، مفيش اكتر من كده لان انا كده حاطة الكيس اللي هو الجاهز بتاع خلطة الكفتة. تمام تمام. طب قولوا، هل انا مع نفسي ولا لا؟ طب شجعوني كده ودعموني كده بالكلمة الحلوة، يا ريت في تعليقاتكم. يعني بجد بجد ببقى فرحانة 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 بتعليقاتكم الجميلة اللي هتسندني وان شاء الله بيت المتواضع ده هيكبر بيكم ان شاء الله ان شاء الله يا احلى اخوات. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله، واللي ما بيوصلوش اي اشعار يدور على قناتي مملكة حياتي. تمام تمام. قولوا تمام. طب بالله عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ هي الكاميرا مغمقاها شوية بس ولا ادنى مشكلة، حتى لو طلعت حمر زي ما انتوا شايفينها كده اتفرجوا عليها في الاخر هتبقى جميلة ازاي. هنجيب تومة بقى بعد ما صبعناها او عملناها كور، بس هي كده كفتة داوود باشا يبقى لازم كور. هنجيب تومة يا دوبك نصفرها، يا دوبك نصفرها في شوية زيت وحتة سمنة صغيرة، ونحط عليها شفشق الطماطم، نسكب عليها، ولما تغلي وتتسبك هنسيبها على جنب، نكون احنا حمرنا الكفتة بتاعتنا. بس بصراحة كانت مرات ابني هي اللي مكوراها فعاملاها كبيرة شوية، يعني المفروض تبقى اقل من كده، لان انا كان في ايدي حاجة تانية وهي اللي كورتها لي. يعني الواحدة من دول تعمل 3 من الشكل اللي بنشوفه، يعني هتفرط كتيرة 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 بجد. فانا الكرة دي كانت كبيرة، لكن التشكيل ده حسب رغبتك انتي ولذوقك انتي، عاوزة تعملها صوابع عاوزة تعملها كور، بس هي كفتة داوود باشا يبقى كور، فاهمني؟ فهي هنحمرها زي ما احنا شايفين كده. هتكون الصلصة اتسبكت، الكاميرا مغمقاها ما تقلقيش. والله العظيم مش هقولك على طعمها، كان خطير خطير خطير، جربيها ومش هتندمي. وفي نفس الوقت قوليلي في تعليقات اللي جربها يقولك كانت حلوة ولا بها ايه. وبإذن الله والله اتاكلت وبألف هنا وصحة، وكانوا بصوا يعني مش عارفين ان هي ايه، لحمة ولا مش لحمة، بس في اللي ميز، لكن في الطعم جميلة جدا جدا. اهو التسبيكة كانت اتسبكت، وبعد ما قلتها هنحطها في التسبيكة وتشوفوا لونها وجمالها، ما يغركيش الحمار اللي هي فيه، الوقت هتشوفها في الكفتة.
الكفتة شكلها ايه. دي بقى وهي محمرة، اللي بيحب ياكلها محمرة ياكلها محمرة، مفيش ادنى مشكلة. واللي بيحبها في الصلصة ان شاء الله هتبقى احلى كفتة. شايفين؟ طب شايفين لونها؟ بس البخار كده طلع على الكاميرا شبرها اهو. شايفين الكفتة الجميلة؟ ايه رأيكم؟ طب استاهل ايه؟ مش هستاهل لايك؟ بالله عليكم ما تبخلوا عليا باللايك، بالله عليكم خلي الفيديو يعني يتشير ويتعرف. هي اللايك، هي اللايك دوسة صباع مش اكتر. وبحبكم في الله، واستودعكم عند الذي لا يضيع عنده الودائع. وزي ما انتوا شايفين كده، شوفوا احلى كفتة، احلى كفتة والله، وطعمها جميل. لها مكلفة وهتفرط معاكي يعني لما نعملها كور صغيرة هتفرط معاكي وهتبقى كتيرة، والاولاد هياكلوا لا لحمة ولا فراخ. ودي برضو تنفع للناس النباتية اللي ما بتحبش اللحمة والحاجات دي. هتبقى برضو للناس الصايمة اللي ما بياكلوش لحوم وكلام من ده. واستودعكم عند الذي لا يضيع عنده الودائع. وجربوها مش هتندموا. واقول لكم مع الف 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 مليون سلامة. يا احلى اخوات، ما تنسوا اللايك.